نريد أن نوصل رسالة من خلال هذه الشاشات وضعها الإخوان في حركة نهج بناء على طلب من الأغلبية البرلمانية لتصل رسالتهم كما هي، واللي راح ينقلها من خلال برنامج الأخ محمد الشيحي في قناة اليوم، الأخ أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة. نبي الناس بالفعل عندما تسمع ما يقال في هذا اللقاء يعرفون تماما بأن ما يقال هو قناعات الأغلبية ينطق بها الأخ أحمد السعدون. وكنا حريصين من خلال هذه الفعالية أيضا أن نحمل بعمل غير مسبوق، بأن تكون هناك شاشة وأن يكون المتحدث على الهواء مباشرة في قناة داخل الاستديو، ومجموعة من أبناء الكويت ومن الحراك الشعبي أيضا يتواجدون للاستماع لمثل هذا اللقاء. وأنا أعلم تماما أيضا أن كثير من أبناء الكويت الآن خلف الشاشات ليسمعوا ماذا أو ما يطرحه الأخ أحمد السعدون. وتحديدا يعني أن نتكلم ونحن الآن تفصلنا أيام بسيطة عن قرار المحكمة الدستورية، واللي لازلنا نتمنى أن القضاء لا يقحم نفسه في الموضع اللي الحكومة تريد أن تضعه فيه. واليوم حنا أمام قانون لا توجد منازعة حوله. نعم هو نتاج للحراك الشعبي ب 2006، ولكن من أتى بهذا القانون وقام بصياغته هم مستشارين الحكومة. فهل يعقل أن الحكومة تطعن بقانون من صنعه وكتبه هم مستشارينها؟ ولم تكن هناك منازعة. سنة 2008 القانون موجود، ما سمعنا عن قضية العدالة. 2009 2012 لما عرفوا أن نتاج هذا القانون أصبح مضر للحكومة ومفيد للشعب، بدأوا يفكرون بمثل هذه القضية. ندعوكم وندعو الجميع وندعو كل أبناء الشعب الكويتي أن يستمعوا لما يريد أن يطرح الأخ أحمد السعدون، اللي راح يعبر في هذا اللقاء عن رأي الأغلبية البرلمانية كما هو بشكل حقيقي. ونعتقد أن الحراك الشعبي مستمر يوم من نيلة يوم 24. يوم 24 هي ليلة الليالي في الحراك الشعبي، باعتبار أن الشعب الكويتي سيكون متيقظا كامل اليقظة انتظارا للحكم اللي يصدر من المحكمة الدستورية. مرة أخرى نقول للقضاء للمحكمة الدستورية نتمنى أن لا يقحموا أنفسهم في وضع تريد الحكومة أن تضعهم فيه، وأن يتعاملوا مع الأمر بمحاولة إبعاد السلطة القضائية عن أي محاولة من قبل السلطة أو الحكومة. نتمنى أن تتفرق البلد لبنائها، مو في ظل وجود الفراق التشريعي اللي تريده السلطة للأسف الشديد. نشكر الحقيقة مرة أخرى الأخوة المتواجدين في الحراك الشعبي، هذا التواصل المهم. نشكر الإعلام بقنواته وصحفه بتواجده مع الحراك الشعبي بشكل يومي. نتمنى أن نطلع بنتائج طيبة بإذن الله من هذا اللقاء، وخلال هذه الفترة البسيطة المتبقية أن يعرف أبناء الشعب الكويتي حقيقة ما تذهب إليه السلطة للاعتداء على الدستور وفرض مقدرات. شكرا. يعطيك العافية.